أذكر أنني ألقيت محاضرة في بعض البلاد، فلما قرأت منها وإذا بشخص واقف قال لي: أنت تتكلم عن ابن عبد الوهاب؟ قلت: نعم، ولي الفخر في ذلك. قال: هذا الذي قيل فيه كذا وكذا 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 من السب والشتم. قلت: لكنه بريء من ذلك ولله الحمد، وإذا معي جملة من مؤلفاته. قلت له: أنت تسمع عن الشيخ ولا تقرأ له، لكن خذ هذه الكتب فانظر فيها، وموعدك الجمعة القادمة لتعطينا ما استفدته من هذه الكتب. قال: لك ذلك. فأخذها وقرأها وحفظها حفظا في هذا الأسبوع الذي أمهلته فيه، حفظها. فقام من الجمعة القادمة فتكلم عن دعوة الشيخ وأفاض وحمد الله أن من عليه بمطالعة كتبه في هذه الفترة. كنت يقول جاهلا في كتب الشيخ، فلما قرأتها أشهد الله أنها الحق. فقلت له: ما يكفي هذا منك، ولكنك تقف الجمعة القادمة فتتكلم عن دعوة الشيخ بدل ما إنك قلت ما قلت فيه. فقام ووقف وبكى وتكلم عن دعوة الشيخ بكلام جيد مفيد، وقال: هذه كتبه، أشهد الله ثم أشهدكم أني أعتقد ما فيها. فتفرقنا على ذلك، وصار بعد ذلك من الدعاة إلى التوحيد، واستمر على ذلك إلى أن توفاه الله رحمه الله بهذه الخاتمة العظيمة التي من الله بها علينا وعليه.